مشاهد عديدة تثير الجدل في مسلسل ولاد بديعة، ورشا شربتجي ترد. ما زال مسلسل ولاد بديعة عم يحتل صدارة الأعمال والمشاهدات للمسلسلات اللي انطلقت بموسم رمضان 2024، إلا أنه ما سلم من بعض الانتقادات. فعلى الرغم من تأكيدات طاقم العمل اللي سبقت عرض الحلقة اللي بتتضمن مشهد إعدام القطط من قبل شخصية مختار الدباغ بمرحلة طفولته بأنه تم تصويره تحت إشراف طبي وفني دقيق لضمان عدم التسبب بأذى لأي من القطط، إلا أنه أثار موجة كبيرة من الانتقادات بين رواد السوشيال ميديا. فالبعض من المتابعين عبروا عن استياء من الأسوأ الظاهرة بالمشهد، بالإضافة إلى تأكيدهم بعدم صحة تمثيل هيك مشاهد من قبل طفل واحتمالية تقليده من قبل العديد من الأطفال. من جهة تانية وجه الصحفي والناقد اللبناني جمال فياض انتقاد للعمل، وقال إنه العمل لا يحترم عقلية المشاهد، كون المخرجة رشا شربتجي استخدمت صحون بلاستيكية وهي الصحون ما كانت موجودة بفترة الخمسينات. لتعود وترد شربتجي على تصريحات فياض، فعلقت قائلة: عفواً، العمل بدايته 1990 مو بالخمسينات، حيث يولد مختار الدباغ عام 1990. وتابعت: إذا بتتابعوا السيارات وكل التفاصيل حتلاقوها بداية التسعينات. إلا أنه فياض رجع وجه انتقادات جديدة للعمل من خلال لقاء تلفزيوني، فاعتبر أنه مشاهد صراع الديوك هي تشجيع لعادة قديمة قبيحة ما زالت بتصير ببعض المناطق على حد تعبيره، بالإضافة لانتقاد وقوع الطفل مختار من على سطح قطار وجرح رأسه فقط. وأيضا أضاف أنه الكاميرات المستخدمة ضمن العمل بسنة التسعينات ما كانت موجودة بهداك الوقت. بس بالرغم من كل الانتقادات اللي وجهها فياض للعمل، إلا أنه أشاد بأداء الأبطال وقال: المسلسل في تمثيل أكثر من ممتاز وكلهم أساتذة. وأنتو شو رأيكم بالعمل وبهي المشاهد؟ وهل فعلا كانت بتستحق هي الانتقادات؟